السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة 19/5/2025. حابب بس أعتذر لكم عن تأخير في تنزيل الفيديوهات، لأني أنا المفروض مصور فيديوهات بس لسه محتاجة كده شوية تقطعات في المونتاج، حاجات خفيفة كده وبنزلها على طول. فبعتذر لكم جدا على التأخير، لأن أنا والله مشغول جدا على فكرة. والناس اللي تعرفني حتى شخصيا ومتابعانا على القناة عارفين الكلام ده، لان هم يعني معاشريني وعارفيني كويس قوي، وعارفين ان انا الموضوع اليوتيوب ده مش شغلتي. انا زي ما انتم عارفين يعني احنا قررنا الكلام ده في الفيديوهات، مش عايزكم تزهقوا مني. بنقول بنزل كده نص ساعة في نفس الميعاد، وبنأكل كده اصحابنا وبنطمن عليهم وهكذا. فمعلش بقى في التأخير في الفيديوهات، لسه بس افضى شوية. وبعدين انا امبارح على فكرة ما جيتش هنا، اللي هو يوم 18/5 ما جيتش هنا امبارح، لان كنت بره الرياض مسافر. فكان ظرف طبعا طارئ يعني، فللاسف ما عرفتش اجي. فطبعا النهارده، ولكن يعني الناس الرحيمة كتير الحمد لله، الناس اللي بتراعي ربنا وبتأكل القطط كتير، مش انا بس. فربنا يزود ويبارك ان شاء الله. طيب هنبدأ بأول حاجة المية، نطمن على المية. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش ولا نقطة، لا إله إلا الله، ولا نقطة. دي يعني حاجة بسيطة، ودي تقريبا برضو حاجة بسيطة. طيب عامة بكرة إن شاء الله، دي مليانة شوية. عامة بكرة إن شاء الله هنملى القوارير دي. في قطة هناك عايزين نبدأ بيها. تعالي ماما. طيب انا حطيت للقطه اللي هناك دي اهي، هي هتشمشم على الاكل وهتيجي. هي شايفه طبعا بس هي خايفه تيجي كالعاده. خلاص هنتحرك من مكاننا، نروح نشوف تونه وبسبوسه. المفروض ان انا ما جيت لهمش امبارح، كنت بره الرياض امبارح طبعا لموقف خارج عن ارادتي، فكنت بره مسافر بره الرياض، وتاخرت طبعا ورجعت الصبح، وكنت راجع يعني اللي هو ايه على الاخر، فاهمين ازاي؟ بس فين تونه فين بسبوسه. مفيش حد ظهر، فواضح ان هم مش موجودين. هما طبعا زي ما انتم عارفين في الفيديوهات قبل كده بيختصوا كده وبيظهروا، يعني ممكن النهارده مش موجودين بكره تلاقيهم وهكذا، ولكن ان شاء الله موجودين. يعني برضو في قطه فوق العربيه هناك اهي، هنحط لها بقى شويه اكل هنا وهي ايه راحتها. مش هنحط بقى جنب البيوت يا جماعه عشان الناس ما تتضايقش، لان مش كل الناس بتحب القطط، مش كل الناس بتحب تحط اكل للقطط، مش كل الناس بتحب القطط بشكل عام زي ما احنا قلنا. فاحنا مش بص اهو 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 اهي، اهو الحرامي اهو، الحراميه اهي. تعالي يا لهوي، يا لهوي على الشوق واللهفه، يا لهوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ توتو ده توتو، ايه التوتو ده توتو؟ ازيكم ماما عامله ايه؟ انت كنت جوه الزباله؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي بابا، انا طول ما انا عايش ما تروحش انت جنب الزباله خالص. تعالي بابا. يعني يا ترى حد حط لهم اكل امبارح؟ بسبوسه حبيبتي، حبيبتي. تعالي بابا، تعالي، تعالي كيس تاني اهو. تعالي بابا، تعالي بابا، يلا تعالي كلي بسبوسه. ازيك يا بسبوسه؟ ازيك يا بسبوسه؟ تعالي انا شلت خلاص، شلت. تعالي. اللهم لك الحمد. حطيت لكل واحد شويه اهو. كل من كيسك يا بسبوسه، كلي من كيسك بسبوسه. بص برضو النكش النكش النكش، مفيش فايده في النكش، مفيش فايده في النكش، مفيش فايده في النكش. يلا كله يلا. خلاص كده
هنسيبهم ياكلوا ونتحرك احنا. تعال تعال تعال. خلاص كده هم يعتبر التلاتة اهم، حطيت لهم اكل الحمد لله وكله تمام. طيب حابب طبعا اشكركم على التفاعل الجميل جدا على الفيديو اللي انا نزلته، اللي هو ليه السعودية دايما في خير. الفيديو ده ما شاء الله يعتبر، حتى انتوا لو لاحظتوا على القناة، هو اول فيديو يجيب معايا الفيو ده، المشاهدات دي وعدد المشاهدات، وما زال الفيديو مستمر في المشاهدات. اول فيديو بصراحة على القناة يعمل التفاعل الرهيب ده، ويعمل الكومنت واللايكات والفيو اللي هو الكتير ده. انا طبعا بفتح مثلا استوديو اليوتيوب، ببص كده من فترة للتانية، فبلاقي ما شاء الله التفاعل كويس جدا. فبشكركم جدا، وبشكر كل شخص كتب تعليق محترم، تعليق جميل، ان كان سعودي او غير سعودي. بشكره طبعا على ذوقه واحترامه في التعليق. شكرا لكم بجد جميعا على اي شخص علق لي. وطبعا انا جالي تعليقات سلبيه كتير على الفيديو ده، وعلى فكره من برضو انا معرفش اشخاص اللي علقت لي على الفيديو. طبعا بالنسبه للتعليقات السلبيه، في تعليقات سلبيه طبعا، وانا على فكره مسحتها. تمام، مسحتها لسبب واحد، لاني لاحظت من كتابه التعليق، طبعا عربي، بس لاحظت من الكتابه ان هم يعني اولاد البلد هنا سعوديين، فاستغربت جدا. ممكن طبعا يكونوا جنسيات تانية، بس والله من طريقه الكلام، لان انا يعني حفظت اللغه هنا وعرفت اللكنه بتاعت اللغه هنا، فترجمت ان هم يعني، بس هم يعني ايه، يعني عادي. في ناس بتحب بلدها وفي ناس ما بتحبش بلدها، ده طبيعي. لازم تلاقي كده في كل بلد، لازم تلاقي فيه كده اقليه بتكره سبحان الله بلدها يعني. تمام، ولكن احنا رغم ان احنا بنقول في الفيديوهات بتاعتنا ان هنا ما شاء الله السعوديين بيحبوا بلدهم جدا، فما شاء الله زي ما احنا برضو قلنا في نفس الفيديوهات ان بتلاقي ما شاء الله 95% من الشعب بنلاقيهم مثلا كويسين محترمين، اخلاق ذوق عاليه، تربيه عاليه جدا. زي ما في 5% كده بتلاقيهم للاسف يعني اخلاقهم مش كويسه. زي ما برضو في ناس برضو في التعليقات اللي هي بتحقد على نفسها يا جماعه، والله العظيم. يعني في تعليقات، والله تعليقات انا مسحتها. ليه مسحتها؟ انا طبعا مش صاحب التعليق، يعني اللي كاتب التعليق ده انا مش صاحبه طبعا. تمام، هو كاتب تعليق سيء، بس انا وكان ممكن اسيبه او كان ممكن ارد عليه. بس انا ليه ما ردتش عليه؟ ما ردتش عليه لسبب، انا مش عايز حرب في الكومنتات. انا مش عايز اعمل حرب في الكومنتات، لان انا هرد وردي هيبقى مش كويس. يعني انت ليه بتقول الكلام ده؟ ليه بتغلط فيها؟ تعليقات يعني تعليقات وحشه، تعليقات مش كويسه. مش بيغلطوا فيا، ده بيغلطوا يعني في البلد نفسها، فدي طبعا حاجه مش كويسه. يعني انا ببقى بتكلم كلام زي كده وانت تيجي تنتقدني، وكمان تيجي تقول الله اعلم بقى انت جنسيتك ايه، ان كنت سعودي او غير سعودي، بس ايا كنت ما ينفعش تغلط، ما ينفعش، عيب. حتى لو انت شايف فيه غلط، حتى لو انت حصل معاك يعني مش عشان انت مثلا ابن البلد حصل معاك موقف ما، او حصل معاك تعامل ما، او حتى لو انت اجنبي اللي هو مش سعودي، تمام، وحصل معاك موقف ما او تصرف ما، فهتحكم على البلد ان هي كلها وحشه وشعبها وحش. عيب، ما يصحش. احنا قلنا قبل كده في الفيديوهات بتاعتنا، انا قلت قبل كده ان اي تصرف فردي زي التصرف مثلا اللي حصل مع الراجل اللي انا اعترضني في الطريق وصورني، والكلام اللي انا قلت لكم عليه ده وانا صورته وطلب للشرطه، طبعا بدون وجه حق كل ده وبدون اي حاجه انا عملتها، فلقيته بيعمل معايا الطريقه او بيتعامل معايا بالطريقه السخيفه دي. فانا طبعا هو استفزني جدا وضايقني جدا. تمام،
فزي ما في تصرف فردي زي الراجل ده، تصرف الراجل ده مع انه طبعا سعودي، زي ما في يعني ده طبيعي، يعني زي ما في كل بلد فيها تصرفات فرديه. احنا بنقول التصرف الفردي او صاحب التصرف الفردي السلبي ده لا يمثل الا نفسه. انا قلت لكم الكلام ده قبل كده. اي شخص بيعلق تعليق سخيف او اي شخص بيعمل معاك حركه مش كويسه سخيفه، فده تصرف فردي. مش عشان انا مثلا الموقف اللي حصل معايا ده موقف يعني بصراحه صعب جدا، اللي هو بص واحد جاي يظلمني، واحد جاي بيتعدى عليا بالقول والفعل، فطبعا ده غلط. فمش عشان طلع لي واحد زي ده مريض نفسي، واحد معاق ذهنيا، ويقول لي اللي هو بص ما عندوش لا رحمه ولا ضمير ولا ذمه ولا اي حاجه، اللي هو عايز يقول لي بص انت مش من حقك تعمل اي حاجه، ولا من حقك توكل قطط، وايه اللي انت بتعمله ومش عارف، اللي هو بص هجوم شرس عليا. فده طبعا شخص لا اخلاقي، ده طبيعي، ده شخص لا اخلاقي، ده شخص لا اخلاقي. فمش عشان حصل معايا موقف زي كده اقوم انا احكم على البلد كلها والناس كلها، لا. طب ما انا قابلت هنا 95% من الشعب ناس محترمه، ناس كويسه، ناس اخلاق. فمش هو ده، مش هو ده ولا طريقته ولا اسلوبه، للاسف انا اسف جدا، القذر، ولا تصرفه السيء هم اللي هيخلوني ان انا اغير فكرتي عن السعوديه والسعوديين. لا طبعا، لا 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 لا. خلينا يا جماعه نكون ناس متفتحه كده، وناس دماغنا كده كويسه، وناس كده بنفهم ان دي تصرفات فرديه وبتعود على الشخص نفسه، اخلاقه وتربيته في البيت. بس مش هطول في الموضوع ده اكتر من كده، تمام؟ بس فزي ما بنقول الكلام ده، بنقول طبعا ان صاحب التعليقات السيئه او صاحب التعليق السيء اللي كان على الفيديو، جميع التعليقات السلبيه اللي جات لي على الفيديو اللي هي فيها غلط، ان كان مثلا ليا او ان كان غلط على السعوديه، فطبعا انا لا اقبل بها وانا ولا اسمح بها تماما اطلاقا على الفيديو بتاعي. وانا ما رضيتش ارد، تمام، وما رضيتش اسيب التعليق بتاعي. ليه؟ قلت انا مش عايز حرب في الكومنتات، لان انا هرد وغيري هيرد وغيري هيرد، هلاقي في حرب في الكومنتات يا جماعه، في حرب في الكومنتات. انا مش عايز اوصل لكده، انا مش عايز اوصل لكده، فاهمني؟ فانا تلاشيت الموقف ومسحت التعليق، عملت له ازاله، اللي هو روح بتعليقك ده واتكل على الله، شوف انت رايح فين. زقلوطه، تعالي زقلوطه، تعالي بابا، اهدي زقلط، نحط له اكل، تعالى يا ماما، يلا كل، خلاص يلا روح كل. ودينا اكلنا زقلط، نروح بقى لسفروته. الروته سفروته هناك اهو، ايه بوب، ايه الروته، في ميه ساقعه ولا اجيب لك؟ تعال. البيبي عامل ايه؟ البيبي عامل ايه؟ كويس؟ البيبي كويس؟ البيبي كويس يا دودو؟ البيبي كويس؟ طبعا هي حامل يا جماعه، هي حامل مجهده بقى، انت فاهم ازاي؟ بس ربنا يقومك بالسلامه يا رب. ما تعمليش الحركه بتاعت الديل دي عشان عارفها انا. بس ربنا يقومك بالسلامه، وانا هجيب لك ميه ساقعه دلوقتي، ما تقلقيش. صباح الفل التوتو، صباح الفل التوتو الشقي، التوتو الشقي، التوتو الشقي، تعالى. محبش طبعا حد يلمسه. وسفروته، سفروته الروته العسوله. بس يا سفروته، انت مش عندك بيبي ماما؟ مش تتربي في الناس ماما، انت عندك بيبي. بصي عندك بيبي هنا، بصوا بصوا يا جماعه، بطنها منتفخه. يلا بابا ربنا يقومك بالسلامه. طبعا هنملى لهم ميه ساقعه دلوقتي، هم عندهم ميه بس طبعا دي ميه سخنه اكيد. بص اهو سفروته عايزني العب معاها. ايش يا ماما سفلوته، انت سفلوته ماما، انت سفلوته بيبي ماما، انت عندك بيبي، انت عندك بيبي جميل. انا عايز اشوف البيبي ده، عايز اشوفه سفلوته، عايز اشوفه، انا عايز اشوفه. انت مش كلتي؟ تعالي طيب، تعالي كلي طيب، تعالي تعالي. الزقلط الصغنن راح فين الروتي؟ بص شكل
طبعا ده البيت اللي حصل فيه المشكله قبل كده. احنا طبعا مش عايزين نقرب هناك مع نفسه. ادي فيرجينيا. تعالي ماما هنا، هنا ماما، هنا تعالي، هنا تعالي، هنا تعالي يا ماما. ده فين؟ طبعا يا جماعه الزئرد الصغنن اللي انتوا عارفينه ده للاسف ما لقيتوش، مش عارف ليه. واضح ان هو راح مكان تاني، او عارفين القطط طبعا دي قطط في الاول وفي الاخر، قطط شارع، فاهمني؟ فاللي هو ملهاش مكان محدد. يعني في قطط بتثبت في مكانها وبتقعد في مكانها، وفي قطط طبعا بتمشي هنا وهنا وهنا، ملهاش طبعا مكان ثابت زي ما انتوا عارفين. فالزئرد الصغنن ده ما لقيتوش. المفروض ان هو كان بيجي لي لما كان بيشوفني، كان بيجي لي. فالنهارده ما لقيتوش، فانا هتمد لحد المسجد. طبعا في قطط هناك، هحط لهم طبعا شويه الدجاج الباقيين دول وخلاص على كده. فاهمني؟ يلا خليكم معايا. حطيت لهم اهو عند المسجد بقيه الدجاج، وادي واحده هنا وادي التانيه هنا. هم هيجوا يشمشموا على الاكل وهيجوا. نحاول نتحرك نمشي، نروح عشان نجيب الميه، نغير الميه لزفرود من ميه سخنه لميه ساقعه. خليكم معايا. طبعا هنغير الميه لزفرود وهنمشي نروح بيتنا. طبعا بشكر اي شخص بيكمل فيديوهاتي وبيقعد معايا لحد اخر الفيديو، وشكرا جدا على دعمكم ليا وعلى الكومنتس الحلو اللي بتكتبوه بنملاها. رايحين دلوقتي احط الميه سفروت وبعد كده اروح البيت. طيب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، تمام. وبشكر كل شخص قاعد معايا في الفيديو لحد هنا. بشكر كل شخص شاف الفيديو لحد لا 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 يا دودي، انت عندك بيبي، ما ينفعش. ايه الدودي ده؟ تعمل حلقات زي السياتين كده، زي السياتين يعني سقاوه كده، سقاوه. انت تعملي سقاوه كده، اطلعي دودو، تعالي دود. بس ثواني، مش عارف اشيلك، ثواني. تعالي بابا، تعالي بابا، تعالي اللعب بابا، تعالي اللعب. انت عندك بيبي. بس اهو، يلا طلعتك. ايه زازا، انت عندك بيبي بابا، عندك بيبي كبير هنا، بيبي كبير. كم واحد كم واحد. طب ممكن بس اعمل حاجه صغننه، والله حاجه صغننه كده. بصي انا هبوسك كده اهو كده، وابوسك في البن، في البن، في البن على طول، في البن على طول اهو، اهو في البن على طول. بس خلاص. فخلاص كده الحمد لله عملنا كل حاجه تمام زي كل يوم، ووصلنا لنهايه الفيديو. صباح الفل عليكم.